النهاردة واحدة من ألغاز الفراعنة اللي محدش حلها لحد النهاردة. الحكاية ابتدت سنة 1837 لما اكتشف الإنجليزي ريتشارد فايس غرفة الدفن داخل الهرم الثالث للملك منقورع، اللي مشهور عند أغلب المصريين باسم منقرع، لكن النطق الصحيح لاسمه هو منكاورع، ومعناها طويل العمر بقوة رع. والملك منقورع هو خامس ملوك الأسرة الرابعة، واللي اشتهرت باسم أسرة بناة الأهرام. نرجع بقى لعم فايس، واللي كان ضابط سابق في الجيش الإنجليزي، وكان عامل فيها مستكشف آثار، وكان بيستخدم طريقة جديدة ومبتكرة الصراحة في التنقيب عن الآثار، وهي باستخدام الديناميت. زي ما بيقولوا كده بالظبط، كان ممكن يفجر الأثر علشان خاطر يكتشفه. ولو انت رحت الأهرام، وبالتحديد عند الهرم الثالث، هتلاقي في كسر في جسم الهرم. في شبه إجماع من علماء الآثار إن دوت بسبب عم فايس.